لحد الشهر الأول أنا بالنسبة لي في العديد من الاستفراغات العفنة ما كان خرجت على ألسن القوات المسلحة أو قادة الحاليين الرمم الموجودين ديل. ياسر العطا ده خطابه في شهر مايو 2023، هل خطاب ياسر العطا ذاته في مارس 2024؟ قطعا لا طبعا. يعني ياسر العطا ما كان له صوت على الإطلاق في بدء الحرب. كان يقول أن هذا تمرد، لم يتخذ قرارات مجحفة بحق المدنيين. الناس دي ما كانوا بيستخدموا السياسة بتاعت الأرض المحروقة في الأيام الأولى. ربما ده أنا بالنسبة لي بفهم في إطار الحلم بالانتصار القريب العاجل، يعني ضد قوات الدعم السريع. وبعد الانتصار مباشرة طبعا بتجي الأهداف المرصوصة: الحكم العسكري، استمرار الهيكل